مع تغيير الجو ودخول الشتاء علينا لازم نقوي حالنا بأنواع من العصير الطبيعية. أطيب عصير شمندر مع أناناس بتجربوه. صحتين وعافية. لذيذ لذيذ لذيذ. عندي أناناس مقطع، تفاح أحمر كمان مقطع، وشمندر مش مسلوق، وشوي من الزنجبيل تعطي طعمة طيبة، وعصير برتقال أو تقدروا تحطوا برتقالي مثل ما هي قطع، وإذا احتجنا بنزيد شوية مي. لاحظت إنه العصير شوي كثيف عندي، رح ضيف شوي من المي الباردة. إذا حبيتوا يكون حلو شوي العصير رح نضيف شوي من العسل، وهي اختياري. شوفوا قوام العصير كيف صار. هلا فيكم تشربوه بهالشكل هي، واللي بحب يكون صافي رح نصفيه. مثل ما شايفين هي الخليط بعد ما صفيناه، شوفوا شو هو سلس. وهي قبل التصفية كمان بينشرب وكثير طيبة بصراحة. وبهي الكاسة الحلوة رح نصب أطيب عصير. بصراحة كثير كثير طيب، لازم تجربوها وعلينا وعليكم بالعافية. وهي رح نصب كمان العصير الثاني قبل التصفية. بصراحة كمان كثير طيب، وطعمة الشمندر وحبيبات الشمندر كثير طيبة فيه. بنصحكم تجربوا هاي العصير، رح تدعوا لي.